المباراة رفقة زميلي فخري الطاهري. مرحبا بك فخري. اهلا وسهلا بك عماد، تحيه لك والى كل مشاهدي الوطنيه الاولى اينما تتجه الانظار الى ملعب الشاذلي الزويتن وكذلك ملعب الطيب الميري. مباراه منقوله عبر القناه الوطنيه الاولى، مباراه الشبيبه الرياضيه بالعمران والترجي الرياضي التونسي بين الخبره والطموح، وكذلك لقاء اخر الوطنيه الثانيه عماد السي اس اس والترجي الجرجيسي من اجل اقتلاع مكان في نهائي تونس. نبدا باستعراض تشكيله الفريقين ونبدا مع الفريق الضيف الترجي الرياضي التونسي. في حراسه المرمى من الله ميميش، 2 محمد بن علي، 6 حمزه جلاسي، 5 ياسين مرياح، 12 نضال العيفي، 21 عبد الرحمن كوناتي، 24 حمزه رفيع، 31 شهاب الجبالي، 10 يانساس، 34 جاك ديارات، 22 فلوريون دانو. بالنسبه لاحتياطيه للترجي صدقة السابق، بينما امين الباجي مدرب الشبيبه الرياضيه بالعمران بزوز تغييرات بالمقارنه مع المباراه الاخيره، مباراه تقدم سقيه الدير والترشح لهذا الدور. منتصر السيد في حراس المرمى مع بلال مقنم، هارون الكوكي، سامي الهمامي، عمر الزواغي، علي كازمير يعود للتشكيله الاساسيه النيجيري، غيث بن حميده يحمل شاره القياده، محمد امين بن عمر يعطي في هذه اللحظه بالضبط اشاره انطلاق هذه المباراه بين الشبيبه الرياضيه بالعمران والترجي الرياضي التونسي. في وسط ميدان الترجي الرياضي التونسي كرة لشهاب الجبالي، شهاب الجبالي يعطيه الحل جاك ديارا، تمر الكرة لجاك ديارا يدخل داخل منطقة الجزاء، سدد وتدخل الدفاع سامي الهمامي والركنية الأولى. هذا أمامنا الحارس لاعب الشبيبة الرياضية بالعمران، كرة تعود لصالح الترجي الرياضي التونسي عن طريق يانساس، المتابعة من البوركيني جاك ديارا ياخذ كرة قبل ما تخرج تمشي مرة أخرى. شهاب الجبالي يوزع في القائم الثاني والخذها وسايبها منتصر السيد رغم طول القامة نتاعو، وكرة تبقى لصالح الترجي الرياضي التونسي. عبد الرحمن كوناتي في كل مكان في وسط ميدان الترجي الرياضي التونسي. هذا حمزة جلاسي يعمل مراوغة يتقدم للمعادلة الهجومية، سدد وكرة ترجع من محمد أمين بن عمر، ترجع مرة ثانية في هذا الهجوم المعاكس يبحث عن مساحات. هذا بلال التواتي مع ياسين مرياح وتدخل ياسين مرياح ومحمد امين بن عمر الشبيبه الرياضيه بالعمران. وهذه كره مره اخرى بلال التواتي ينطلق سريع، عدي بالحاج يتباطى بلال التواتي يلعب الكره والتسديده تصطدم بحمزه رفيع. ودائما التعادل فخري هنا في ملعب الشاذلي زويتن بين الشبيبه الرياضيه بالعمران والترجي الرياضي التونسي، التعادل 0-0. الكره مره اخرى تمشي لحمزه رفيع داخل منطقه الجزاء، فلوريون دانو الهدف الاول بتسديده قويه جدا امامنا. فلوريون دانو سدد وغالت الحارس منتصر السيد واعطاه الاسبقيه. عمل كبير كان قام به حمزه رفيع امامنا. فلوريون دانو في تسديده قويه الايفواري الفرنسي، اعاده للعمليه مره اخرى. التحذير، شوفوا المراوغه الممتازه من حمزه رفيع، ثم فلوريون دانو بتسديده قويه جدا لا تصد ولا ترد، اعطى الاسبقيه للترجي الرياضي التونسي في 30 دقيقه لعب من هذا الشوط الاول. وفلوريون يفتتح باب التسجيل في 30 دقيقة من هذا الشوط الأول. هذه الكرة الأخيرة للهدف المسجل بدات من البرازيلي يان ساس بدور ممرر إلى اللاعب حمزة الرفيع، ضرب كورته ثم وصلت إلى فلوريون بالمهارة وبالمقاس، وضع الكرة في الشباك وأعطى الأسبقية في تقريبا 32 دقيقة من هذا الشوط الأول. تغيرت المعطيات في ملعب الشاذلي الزويتن في تقريبا 30 دقيقة، وهذا فلوريون صاحب الهدف المسجل في هذا الشوط الأول. بجملة تكتيكية كانت رائعة لكوناتي على مستوى الجهة اليسرى إلى شهاب الجبالي، جبالي ينطلق من الطرف الأيمن وكرة إلى حارس المرمى، أراد المرور أراد المراوغة لكن خسر كورته، يمشي لها ياخذها بكل سهولة منتصر السيد، ومعاه ضربة مخالفة معلم الحكم المباراة. نعاود نذكر بإدارة حسني النيلي مع مخالفة تنفيذها بنفسه. منتصر السيد يطلب من الجميع الصعود، وإذا يفتح على الزاوية ثم التمهيد، التحضير على مستوى الجهة اليمنى، تصويب الحارس المرمى يتصدى في مرة أولى. ممتازة الكرة الأخيرة والتصويبة الأخيرة لهجوم الترجي. يبدو لي بن علي سحب التسديدة الأخيرة، لكن منتصر السيد حاضر أمام تسديدة والكرة محمد بن علي. كوناتي
تمريرة ايفوارية في اتجاه فلوريون، ضاغط من فلوريون، خطيرة الكرة، يحاول يدخل منطقة الجزاء والحكم يقول كرة باش ترجع لفريق الترجي الرياضي التونسي. ينفذ كرة وترجع من دفاع شبيبة العمران بدفاع في تقريبا 42 دقيقة من هذا الشوط. عماد اخطر فرصة نجم نقولوا التصويب قبل المخالفة اللي كانت للترجي، كرة بن علي يطلع برمية التماس من عدي بالحاج، يفتح على مستوى الجهة اليمنى بلال مقنم، الوان تو مع عدي بالحاج، عدي بالحاج يحاول يوزع كرة خطيرة، حارس المرمى في مرة أولى ثم تصويبة وتدخل دفاعي من لاعب الترجي في مرة أولى، والحكم يقول ضربة مخالفة لدفاع الترجي من أمان الله من ميش في مرة ثانية، ثم التصويبة والدفاع الترجي حاضر أمام الكرة الأخيرة هي الأخطر في هذا الشوط الأول لفريق الشبيبة العمران. هذه كرة والانطلاقة من عدي بالحاج، وزع كورته، تدخل من أمان الله ميميش، ثم سدد في مرة ثانية محمد أمين بن عمر، ثم تسديدة ثانية من مصطفى السويسي، والكرة الأخيرة الحكم القرار حكم المباراة يقول مخالفة لدفاع الترجي. هذه الصورة، هذه الريبلاي للكرة الأخيرة من أكثر على الخلف فعلا ما فماش حلول لحمزة جلاسي ثم حمزة رفيع. حمزة رفيع دائما في بداية الهجوم لصالح الترجي الرياضي التونسي. عبد الرحمن كوناتي ينساس شق الميدان ثم سدد أرضية بجانب القائم الأيسر، افتح الزاوية وسدد أمامنا ينساس، سحب المحاولة الأخيرة، إعادة شوفوا كيفاش يتوغل في مناطق الشبيبة الرياضية بالعمران، ثم سدد أرضية بجانب القائم الأيسر لمرمى الحارس. يرى إلى كوناتي أمامه مكان، يحاول يبعد بالكرة ثم يحضرها، التوزيع مرفوع على القائم الثاني، خطيرة بالراس وخطيرة الكرة، خطيرة الكرة من رأسية برازيلية من يانساس، صعد قبل الجميع في الارتقاء بالراس، ضرب كورته وكاد أن يضيف الهدف الثاني. هذه كرة على القائم الثاني والاستلام بتمريرة أولى كانت على مستوى الطرف الأيسر من كوناتي، ثم التوزيعة واليانساس قريب كان في الكرة الأخيرة من تسجيل الهدف الثاني. هذه الكرة الأخطر في هذا الشوط الثاني، عادت كرة من جديد لفريق شبيبة العمران في اتجاه ضو، صعب الهدف المسجل، هدف جميل للأمانة كان خلال الدورة الفارت أمام البعث الرياضي بأبو حاجلة. وهذه كرة إلى كوناتي داخل منطقة الجزاء ويضيع الكرة الأخيرة ورفع راية التسلل. عادت من جديد إلى أوكبيلو، يتقدم في البناء الهجومي لفريق الترجي، ينقل إلى كوناتي بدوره إلى الجهة اليسرى إلى هيثم ذو، يحاول يربح الأمتار، يحاول يعمل مراوغة أولى ناجحة، ثم الثانية التوزيع وتدخل من سامي الأمامي ممتاز في التايمينج المناسب بعد مرياح. أوكبيلو يتقدم، أوكبيلو يطلب على مستوى الجهة اليسرى، نشاهدوا الحلول من الطرفين في هذه اللحظات. ترجي حاول يلقى الطرقات المؤدية لشباك منتصر السيد، وهذه كرة خطيرة إلى يانساس يتقدم يانساس إلى حارس المرمى وين موجود هيثم ذو أمامه في الجهة المقابلة، امامه مدافع الشبيبة العمران، يحاول باش يبعد يوزع كرة الى الفلوريون، وكرة تجاوزت الخط النهائي للملعب في توقيت هذا الشوط الثاني تقريبا 25 دقيقة. هذه كرة يانساس الأخطر في هذا الشوط الثاني، بعد فتحها الزاوية لكن سبق كورته ويخرج منتصر السيد ياخذ الكرة الأخيرة. وهذه إعادة للعملية الأخيرة ليانساس. حمزة رفيع، محمد بن علي يلعب كرة مع يانساس 1-2 متفتن المدافع هارون الكوكي، لكن يبقى الضغط من جانب الترجي الرياضي التونسي. نضال العيفي لفلوريون دانو أمامه المدافع، لكن تبعد الكرة يبعدها، ترجع مرة ثانية لدفاع الشبيبة الرياضية بالعمران من عبد الرحمن كوناتي، يخلط هيثم ذو يعمل المراوغة، يدخل لمنطقة 18 متر، ينتظر في المساندة، ما لقى حتى حل، يضطر باش يسدد، والفلوريون دانو حاول يستغل هفوة الحارس منتصر السيد، تصدم مرة ثانية بمنتصر السيد وفرصة تضيع. النتيجة في الشوط الثاني، نتيجة الشوط الأول ما زالت الحاصلة، وهذه كرة هيثم
هيثم ذو صوب كرة عادت من منتصر السيد، ورغم مكانه المناسب فلوريان قادر عن نفسه وعن فريقه فرصة تسجيل الهدف الثاني، وزاد يحسب التصدي من منتصر السيد رغم انه سايب كورته صحيح في مرة أولى، لكن المتابعة في مرة الثانية أمام فلوريان صعب الهدف الوحيد في هذه المباراة، وتعويل على هيثم ذو منذ دخوله على مستوى الجهة اليسرى. كل كرات الترجي تقريبا أغلبها على مستوى الرواق الأيسر. نعاود نذكر للتغييرات اللي تمت في الشوط الثاني من الشوط الاول. هذه كره ترجع مره اخرى، اعطاء اكثر حركيه لخط هجوم الترجي الرياضي التونسي. فلوريان دانو يسدد والكره اصطدمت بالدفاع وخرجت ركنيه. الركنيه السابعه لصالح الترجي الرياضي التونسي امامنا الحارس منتصر السيد، واعاده للعمليه وللتسديده الاخيره. واعتقد انه الحارس منتصر السيد حذر الكرة ثم سدد قوية، والدفاع كما قلت هو هارون الكوكي قبل الحارس حول الكرة إلى ركنية. نضال العيفي يلعب الكرة في اتجاه فلوريان دانو. فلوريان دانو يتقدم وجه لوجه، سبق الكرة أكثر من اللازم وكان متفتن الحارس منتصر السيد. يخرج يبقى فلوريان دانو. الخميسي كان لعب كأساسي، وسهيب العبدلي يلعب الكل في الكل، وإعادة للعملية الأخيرة اللي أصيب على إثرها مهاجم الترجي الرياضي التونسي. إعادة من